في مدينة الملك خالد العسكرية بالمملكة العربية السعودية، التي بذلت جهدا في إنشاء منشآت جديدة لها قدرت تكلفتها بحوالي مليار ريال سعودي. إن قوة درع الجزيرة تتكون في الأساس من فرقة مشاة آلية تساهم فيها جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وإذا لزم الأمر فإنه يمكن إسناد هذه القوة بقوات جوية أو بحرية حسب ما يراه قائد قوة درع الجزيرة. القوة بمفهومها الحالي تمثل التعاون المشترك في العمليات، ونطمح إن شاء الله أنه هذه القوة راح توجد تطوير وتفعيل المفاهيم العمل المشترك بين دول الخليج العربية. إن قوة درع الجزيرة كأي قوة عسكرية أخرى مماثلة تخضع في إنشائها وأهدافها وخططها المستقبلية لمعطيات عديدة تأخذ في الاعتبار طبيعة القوة ذاتها ومسارح عملياتها المحتملة والإمكانيات المتاحة سواء البشرية منها أو الفنية. تشهد قوة درع الجزيرة بداية تنفيذ المرحلة التطويرية الكبرى التي تمثلت في قرار المجلس الأعلى برفع حجمها إلى فرقة مشاة آلية بكامل إسنادها. إن هذه النقلة الكبيرة في الواقع تتطلب كثيرا من الجهد والإمكانيات والوقت حتى تتبلور هذه القوة في الشكل والحجم المطلوبين. إن الفرد العسكري في كل جيوش العالم وعبر كل العصور هو قوام التمارين والمناورات العسكرية. ومن هذا المنطلق أخذت القيادات العسكرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تهتم بهذا الفرد ليقينها الأكيد بأن الانتصار في المعارك الحربية يعتمد على رفع كفاءته وقدراته ليصبح المقاتل المدرب الصابر المؤمن بربه. منذ عام 1983 ميلادية بدأت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة الفاعلة في تنفيذ تمارين قوة درع الجزيرة. إن هذه القوات تسند في بعض المناورات بقوات بحرية أو قوات جوية، مما مثل خطوة مهمة في تجسيد العمل العسكري المشترك وخلق التجانس بين القوات المسلحة لدول المجلس. لقد أسهمت قوة درع الجزيرة في تحرير دولة الكويت، وكانت تلك أول الجهود المشتركة والمشرفة التي قامت بها هذه القوة. إن السياسة الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقوم على مبدأ الأمن الجماعي والتكامل وتوحيد الجهود لتحقيق الدفاع المشترك وصيانة الأمن والسلام وفقا لمبادئ النظام الأساسي للمجلس وميثاقي جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
إن من أهداف تمارين درع الجزيرة إعطاء الفرصة للقادة العسكريين لممارسة الحرب الحقيقية، وكذلك الاحتكاك وتوحيد الأسلوب العسكري بين جيوش دول المجلس، وحل بعض المعضلات نتيجة اختلاف التسليح والتي تبرز أثناء التمارين وتحل في حينها. وهذا هو أحد الأهداف الرئيسة للتمارين العسكرية المشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. لتدعيم قوات درع الجزيرة ورفع قدراتها واستعدادها للقتال، قامت دول المجلس بإجراء سلسلة من التمارين والمناورات المشتركة وبصورة دورية على أراضي دولها. وضمن برنامج المناورات والتمارين المشتركة لقوة درع الجزيرة، فإن القوة تنفذ وبصورة دورية تمارين مشتركة مع القوات المسلحة في كل دول المجلس في سلسلة من تمارين درع الجزيرة. إن التطورات والأحداث التي شهدتها المنطقة دفعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى السعي الجاد لتطوير القوة البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي من خلال برامج تسليحية وتدريبية مكثفة. تشارك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إما مجتمعة أو ثنائية في عدة مناورات برية وجوية وبحرية تسعى من خلالها إلى رفع الكفاءة القتالية لقواتها المسلحة. تعتبر الرياضة من الأساسيات المهمة في الحياة العسكرية، حيث تعزز من قدرات الفرد في الميدان وترفع مستوى القوة واللياقة البدنية لديه، كما تسهم في رفع الروح المعنوية ومنحه الثقة بالنفس، بالإضافة إلى تهيئته لظروف القتال. توفر قوة درع الجزيرة خدمات متعددة لمنتسبيها، منها الرعاية الصحية والاجتماعية. يحرص العسكري بقوة درع الجزيرة على أداء الشعائر الإسلامية في وقتها. تأتي اتفاقية الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كواحدة من أهم الاتفاقيات في مجال تدعيم وتقوية أواصر التعاون والتكامل العسكري، وتم تفعيل هذه الاتفاقية بشكل واضح أثناء الدفاع عن دولة الكويت عام 2003 ميلادي. أصبح من الضروري لدول مجلس التعاون أن تعمل على تنفيذ برنامج دفاعي شامل يهدف إلى إدخال التطوير النوعي والكمي في القوات المسلحة الخليجية بكل قطاعاتها المختلفة.
سيظل الأمن والاستقرار في طليعة الأهداف التي تسعى دول مجلس التعاون إلى تحقيقها. وكلما حان موعد القمة الخليجية نجد أن ملفات عديدة تبحث عن حلول ناجعة ومؤثرة، ومن بينها الملف العسكري. إنها جهود طيبة وأمنيات كبيرة، وإن كان تحقيقها رهنا بالتطورات المقبلة التي تواجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.